اظبط يا هلا، اوعى تنسى اصلك يا حسن. يعني انتوا ايه اكتشفوا معايا يعني؟ الحمد لله. يعني ايه، قالوا لي ان الجو كويس في ميلبورن دلوقتي. الجو حر موت. هموت وقابل واحد من اللي كان يقول لك جو حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم ايها الاصدقاء. النهارده تعالوا بقى اخدكم في جولة لطيفة في سيدني رودز، او ما يعرف بشارع العرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أيها الأصدقاء. النهاردة تعالوا بقى أخدكم في جولة لطيفة في سيدني رودز، أو ما يعرف بشارع العرب. لأن معظم المحلات اللي موجودة هنا محلات عربية، محلات حلال. لكن سيدني رود ده أنت لو خدته كده وكملت لسيدني هتوصل يعني. بس فتعالوا مش هنضيعش وقت، لأن أنا عندي الكاميرا هتفصل للأسف الشديد ومعيش شاحن. فتعالوا بقى نلحق الايه، الشارع بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده، في عندك هنا سوشي. هي المحلات طبعا مكتوب اساميها باللغه الانجليزيه، بس هي معظمها محلات عربي يعني، معظمها وليس كلها. فاحنا ايه، هنحاول ان احنا عايزين ننقل الناحيه التانيه عشان فيها شمس شويه، فالدنيا هتبقى الى حد ما واضحه يعني. فعند اي محل نشوفه هقول لكم عليه على طول يعني. ف يلا بينا، تعالوا بقى نضغط على نضغط هنا عشان نعدي. بحيث ان هي السحنة عربية. طبعا هنا في ترام طبعا في النص بيمشي. و لو انت راكب عربية طبعا لازم توقف يعني، والسرعة هنا 40 بس. فسيدني رود بقى اكل حلال كتير، حلال حلال حلال، زي ما احنا شايفين كده. طبعا ده موجود في مدينة ميلبورن، تحس ان هو شارع سياحي يعني. فاحنا اتنقلنا الناحية التانية، بس احنا محتاجين ان احنا نكمل الطريق بتاعنا عشان نوصل لإيوان بيكري. ده المفروض ان حاجة جامدة هنا في من طبعا معظم المطاعم اللي هنا الموجودة من الجالية اللبنانية، في العراقية والعرب عامة بشكل عام، بس أكتر مطاعم لبنانية يعني. وطبعا في عرب طبعا كتير. فخلينا نكتشف مع بعض. الموضوع بيبقى محرج جدا والله، الواحد ماسك كاميرا كده والناس كلها عمالة عمالة تبص عليه. فدي حاجة مش عارف. مش مش عارف الواحد لازم يبقى عنده جرأة 7 مرات على الإنسان العادي علشان يعرف يتكيف وهو ماشي يعني. فاحنا موجودين لغاية لما ايه، لما الكاميرا تفصل خالص وبس. هتبقى رحلتنا كده انتهت في ميلبورن. لأن للأسف الشديد عندي حاجات كتير عايز أعملها، ولكن عادة أنا بيكون معايا البطاريات بتاعة الكاميرا، بس لسبب لا يعلمه إلا الله نسيت الايه، نسيت ال نسيت البطاريات يعني. زي ما انتم شايفين كده، ده الترام اهو. هو ميلبورن فيها ترام كتير قوي، بس بطيء قوي. فبصراحة مش عارف يعني، أنا تجربتي في سيدني كانت أفضل كتير بالنسبة للمواصلات يعني. ما حسيتش بأي مشاكل، أي منطقة خالص. هنا أنت بتقعد تمشي في الترام، هو كل المناطق هي دي حاجة كويسة عشان الناس اللي هي لا قدر الله تعبانة مش عارف إيه. لكن اهو ده مطعم برضو عدينا اهو، مطعم لبناني اهو. تمام. ف ف يعني، بس يعني انت لو مستعجل هيكون الموضوع هيكون الموضوع صعب يعني. تمام؟
بس الجو بصراحة حر جدا جدا جدا، مش زي ما انا شفت يعني. الحمد لله يعني ايه، قالوا لي ان الجو كويس في ميلبورن دلوقتي. الجو حر موت. هموت واقابل واحد من اللي كان يقول لك جو حار جاف صيفا دفيق ممطر شتاء. يعني ما شفتش لسه الفصول الثلاثة او الفصول الاربعة اللي بيتكلموا عنها، لكن لكن الجو حر، الجو حر ممكن اكيد انا علشان انا ماشي الموضوع برضو فيه حرارة يعني. اللي طبعا السرعة هنا 40، ما ينفعش تمشي اكتر من 40 كسرعة عربية يعني. وهو الترام اهو. الشارع لطيف جميل، بتحس كده ان هو بيفكرك بشوارع العتبة بس على نظافة شوية. وطبعا وان الطريق واسع طبعا، فدي هذه نقرة وهذه نقرة يعني. ف يا نايس. لا انا بقول نايس ليه؟ جميل. اظبط يا علا، اوعى تنسى اصلك يا حسن. طبعا يا جماعه انا عمال اتكلم في كلام، ويمكن الواحد لما بيبقى محضر لموضوع محدد بيكون الموضوع احسن. اهي فيكتوريا للايه، للاكسسوارات، للذهب البرازيلي. برضو المحلات دي في الشارع ده فيه محلات ذهب كتير. ف ادينا بنكتشف مع بعض يعني. اه ما بقيتش قادر امشي يا جدعان. امشي يا عشان تخس. طبعا الكلام ده احلام يعني، اتمنى ان احنا نخس بس يعني. الاكل برضو هنا آه مغري. في شايفين اللي هناك ده اهو تركش ريستورانت، محلات التراكوة، اكل التركي. اه طبعا المختلف عن سيدني ان في سيدني لما دخلت في الشارع اللي هو اللي كان فيه معظمه جالية عراقية، لا كان بيكتبوا لك بالعربي كده في وشك. هنا ممكن يكتب لك وبس بالانجليزي، لان هو المفروض ان هو يعني شارع مختلط. تمام، يعني إيه شارع مختلط؟ يعني آه في كل في كل المحلات الاجنبيه العربيه، تيك اواي ديليفري برضه. يعني انتوا ايه اكتشفوا معايا يعني. فالناس اللي بتذاكر انجليزي ربنا يوفقها، وربنا يكرمكم ان شاء الله، وتقدروا يعني تجيبوا بلس 65 بلس 79 وتجي لكم دعوه والدنيا تبقى زي الفل. في عندنا او انتوا شايفين الناحيه التانيه في مجوهرات، مجوهرات ناصر، شوز، محلات. وفي بقى المحلات اللي هي اه وانا جيت عند لقطه جامده هنا، شفتها قبل كده في الفيديو بتاع الاخ بدر. ف... فتقريبا احنا بنعيد نفس الفيديو بس ايه بشكل مختلف يعني. تمام. اسطنبول حلال الميت. الدومينوز اكيد دومينوز مش حلال يعني. آه في مش عارف ايه بيكري، وفي محلات في محلات حلاقه. ف كله مطاعم 90% منها حلال، ودي حاجه كويسه. هنا طبعا بيقول لك ايه فري كولز هير. يعني ايه هم طبعا الصراحه يقول لك ايه فري كولز هير. ده اللي سمعتها اصلا يعني. هنا بقى لو انت اتزنقت ولا حاجه والتليفون بتاعك فصل، طبعا انت حافظ رقم المدام وحافظ رقم اي حد، ومزنوق في قرشين كده ولا حاجه، تتصل عادي فري يعني براحتك خالص. وهنا ده قمه الاعجاز العلمي بقى. لو انت اتزنقت بقى فهنا في فري كولز وواي فاي الاثنين مع بعض. ف يعني لو انت النت بتاعك فصل لسبب ما، فانت بتقدر ان انت تقدر ان انت يعني توصل الانترنت وتكمل الطريق بتاعك يعني.
بس فكل المحلات الشوارع كل يعني شبه بعضها، في هنا روح، في زحمة. بغض النظر الكاميرا مش جايبة زحمة دلوقتي، بس الشارع بشكل عام حيوي يعني، في شغل جامد يعني. بس وزي ما قلنا ان احنا اول ما هنوصل في ال A1 بيكري. تمام. المفروض ان ده يعني مطعم لبناني. مطعم لبناني ولا مش مطعم لبناني؟ مناقيش ولحم وشغل عالي يعني. آه في شغل حلو. المفروض ان احنا نروح نتغدى فيه. تمام. بفكر مناقيش، لحم بعجين، فطاير على انواعها، والدنيا حلوه. طب تعالوا ناخد جوله ونرجع بقى ايه، يبقى ناكل فيه يعني. تمام. ف يلا بينا نكمل جولتنا ونكتشف الطريق الى سيدني. اتمنى يكون الجوله ممتعه ليكم، ولو عندك اي اسئله، ولو مش عندك اي اسئله اعمل لايك. الاثنين مع بعض. زي ما قلت ان في هنا برضو مجوهرات، في كل حاجه يا جماعه في الشارع ده. مجوهرات، تلاقي اكل، تلاقي شرب، تلاقي كافيهات، حاجات للحمه الحلال، تلاقي الفواكه، تلاقي كل حاجه. ده اسمه سيدني رود، او زي ما سماه الاخ بدر، شارع العرب. فهو مش شارع عرب قوي، بس هو عشان في محلات عربيه كتير. ف فحاجه جميله بصراحه يعني. ف بس آه عندنا رامن. لا، سيك بار ايه بس. مم. الدنيا لطيفه. الناس اللي بتقيم ربنا يعينكم. انا كل فيديو لازم اقعد اقول للناس اللي بيذاكر انجليزي قوم فز ذاكر انجليزي، اللي بيقيم قوم فز يعمل كذا، وهكذا بقى. ف هنا يعني ربنا يعينكم، والله ربنا يعينكم. الانتظار صعب. ف وانا كمان هنتظر دلوقتي عشان اعدي. انا خلاص تعبت قوي 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 يا استاذ. أنا اتمرمنت أوي يا راجل، أنا اتمرمنت. الشمس شديده قوي، شديده قوي، وانا ماشي. انتوا بقى تقعدوا تتفرجوا، كل واحد قاعد لي في عربيته، واللي بيشرب الشاي، واللي كل شويه يشوف لي دقيقتين، وبعد كده بعد 7 سنين يشوف لي دقيقتين كمان. واحنا بنتعذب عشانكم اهو. يلا يا جماعه ادعمونا بقى، كبسوا كبسوا. الله يعين والله. لوكال ستور. حتى هنا طبيعه المباني بتحس ان هي قديمه شويه، لكن لطيفه يعني. ده شيء عظيم جدا بصراحه. هات يلا يا برنس، في ايه؟ انا لازم اضغط يعني؟ ها، لازم اضغط يعني عشان تتحركوا يعني. يلا يا استاذ، انت يا بيه. يلا يا جدعان قبل الطيران ما يجي يا جدعان. يا سلام، الله العظيم. بتبقى احسن لحظه في ان انت فيها بتعدي كده، بعد ما تكون وقفت في الشمس وطلع روحك. تلاقي نفسك ايه. اه دخلنا في الظل اهو. اتمنى طبعا الكاميرا تكون محترمه، وتكون جايبه الشارع زي ما احنا شايفينه كده بالظبط من تحت النضاره. بس شباب المونتاج لو في اي حاجه كده ولا كده، ابسطوا الشباب، ما تدققوش قوي. ابسطوهم لدرجه ان انت ايه، ما تجيبش بني ادمين ولا حتى قطه معديه، بلور على طول. انا على اخري، انا على اخري. مطعم هندي معديين عليه اهو. ومجوهرات امير. شايفين مجوهرات امير يا جدعان؟ امير ايه يا امير؟ عامل ايه يا امير؟ ايه مجوهرات امير اهي، زي ما احنا شايفين. والفاكهه بقى وشغل الفاكهه بقى، $14. والدنيا لطيفه خالص. خد لك 2 موز ولا حاجه. في
كباب هاوس. كباب هاوس، بس كباب هاوس ده كباب هاوس آبل يا باشا. الكباب هاوس آبل. نروح بقى للايه ايوان بيكري ونيه ونتغدى او نتعشى وتفر. والى هنا نكون قد انتهينا من هذه الجولة. ما تنساش تعمل لايك، اشتراك، تعليق. انا نفسي مش مقتنع بالجولة، بس يعني ما دام انتوا حابين كده خلاص يعني. يلا سلام. انا نفسي مش مقتنع بالجولة، بس يعني ما دام انتوا حابين كده خلاص يعني. يلا سلام.